صباح الخير. اول فيديو هنبتديه في انا وانتي وفنجان. كنت حابه ان انا ابتدي من جوانا، طبعا لبرانا اكتر. لكن حبيت ان انا اغير البلان وابتدي من بره، يعني اهتمامنا بنفسنا اكتر من بره، من شكلنا او من صحتنا البدنيه اكتر. حبيت ان انا ابتدي معاكم من كتاب لكاتبه كاترينا لافسان. كتبت كتاب كانت رحله ليها، بس لخصت تفاصيل كتيره قوي في 4 قواعد. حبيت ان انا اقولها لكم بشكل مبسط، فيلا بينا نبتديها ونشوفها مع بعض. واول حاجه في اول فيديو نهتم بصحتنا ببساطه ازاي. القاعدة الأولى eat consciously، اللي هي تناول الطعام بوعي. الوعي بكل نوع من الأكل وانت بتاكله، الوعي والإحساس بتأثيره على نفسك. هل انت حاسس بعدها بصحة ونشاط؟ هل حسيت بذهن صافي وإحساس أول مرة تحسه، ولا حاسس بخمول وحاسس بعدم صفاء لذهنك؟ هل مع كل حاجة بتاكلها حسيت بكم فوائدها وانت بتاكلها؟ هل تخيلت الأكل ده لما بيدخل جسمك هل فعلا هيفيد جسمك، ولا مجرد أي حاجة بتدخلها جسمك وخلاص؟ الوعي وانت ماسك أي حاجة وهتاكلها هو بداية تغيير الأكل وعاداتك للأكل، وبداية تقديرك للأكل، وبداية تقديرك حقيقي لجسمك اللي شايلك أصلا ومحتويك. نصحت كاترينا في الأول قاعدة إن دايما تكتب كل يوم أسبوعيا عشان يكون مرجع ليك كل يوم. تاني قاعدة هي القاعدة اللي هي eat real foods، تناول الأطعمة الحقيقية. كل الأكل اللي جسمك هيتعامل معاه لأنه أكل حقيقي، والأكل الحقيقي بالنسبة للجسم هو اللي هيهضمه بسهولة جدا وهيفيده بعد كده. ساعتها هتحس بعدها بحيوية ونشاط، مش مجرد خمول وكسل وإنك عايز تنام. كمان ركز على جودة الأكل اللي بتاكله، مش مجرد الكمية اللي بتاكلها. عشان كده هي حطت في القاعدة دي 3 حاجات أساسيين. أول حاجة إن أنت تاكل 80% من أكلك اللي هو الطعام الحقيقي، سميته اللي هو ريل فود، اللي هو ما تدخلش فيه إنسان تماما. تاني حاجة إنك تتناول 20% من الأطعمة اللي هي مصنعة بس بشكل مبسط، يعني تدخل فيها الإنسان بشكل بسيط. تالت حاجة إن أنت تستبدل تماما الأطعمة المزيفة، ودي بقى الإنسان فيها تدخل بشكل كبير جدا وما بقيتش على شكلها الأساسي أو على طبيعتها الأساسية. تالت قاعدة اللي هي substitution not deprivation، الاستبدال مش الحرمان. وده مجرد ما هتطبق الخطوة الأولى بوعي وتفهم ايه طبيعة اللي انت بتدخله لجسمك، هتقدر تشتغل على فكرة الاستبدال مش الحرمان. يعني مثلا أنا بحب البيتزا، لكن طريقة تصنيع البيتزا ممكن تكون مضرة أو ممكن تكون مفيدة لجسمك، فده بيتوقف على ايه؟ بيتوقف على طريقة تصنيعها والمكونات اللي جواها. يعني مثلا ممكن تاكل بيتزا بدقيق أبيض وعليها هوت دوج مصنع وعليها حاجات كتيرة قوي ما ينفعش انك تاكلها، لكن ممكن تاكل بيتزا بدي شوفان وعليها كل حاجة طبيعية. هو ده الفرق. لما تطبق الخطوة دي بوعي هتحس انك هتاكل كل حاجة، مش مجرد حرمان، لان الممنوع مرغوب دايما. وده مش كلام وخلاص، ده بسبب ان انت كأنك بتعمل مايند سيت، تفكير ليك ان انا هقدر اكل كل حاجة بفكرة الاستبدال، مش ان انا مش هقدر اكل اللي هي بفكرة الحرمان. القاعدة رقم 4 اللي هي progress not perfection، تقدم وليس الكمال. بتقول كاترينا رحلة ال1000 خطوة هي بتبدأ من انك تاخد الخطوة الاولى، واول خطوة هو انك سمعت الفيديو ده وعرفت خلاصة تجربة كاترينا في اول جزء من كتابها. فبتركيزك على خطوات بسيطة مستمرة في ال4 قواعد هتقدر توصل للتغيير الحقيقي. حتى لو اخطأت خليك فاكر ان مفيش تغيير حقيقي هيجي من مرة واحدة، وده سبب النجاح اللي نجحته كاترينا في رحلتها، انها كانت بتاخد خطوات بسيطة لكن مستمرة. ركز على الاستمرارية والتقدم في رحلتك مش الكمال فيها، ساعتها هتنجح وتستمر بنجاحك.